السلام عليكم يا الحباب، عدت لكم اليوم جديد. واليوم نهار الفيديوهات. اليوم عولت نحط اكبر عدد ممكن من الفيديوهات على اليوتيوب لانه تراكم علي العمل. الوصفات اللي كنت حطيتها على الانستغرام والفيسبوك والتيك توك كانت ناقصه، يعني طريقه التحضير والمقادير باش تسيو الوصفات عليها. قلت لازم اليوم نحط يعني واش صورت ونحطه لكم على اليوتيوب باش هكا تقدروا تجربوا وتنجحوا فيها باذن الله. اليوم يا البنات جبت لكم واحد التليت اللي مجمر في الفرن، راني نقول لكم حبه على حبه، واحد الطريقه اللي راح تخليه لكم هكذا يجيكم حبه على حبه. وقبل ما نبداو في وصفتنا ما ننساوش نصلوا على الحبيب المصطفى عليه افضل الصلاه والتسليم. وكما تعرفوني البنات دائما انا نحب نقلي الدجاج تاعي. درت الزيت والزبده ودرت قطع الدجاج واش عندك متوفر في الدار، حتى الا عندك لي كاركاس تقدري ديري بلي كاركاس ويجيك تليتلي الله الله. هنا بعد ما كنت حطيت القدر تاعي يعني يتقلى فيه الدجاج، رحت للتليتلي تاعي درت له الزيت يعني هكا، ويعني خلطته باش هكا كاع الحبيبات تتغلف بالزيت، ونروح نحطو ايفور كيما راكم تشوفوا. بعد ما تقلى الدجاج تاعي مليح نروح نضيف البصل اللي كنت رحيته رقيق في الروبو تاعي، ونخليه يزيد يتقلى مليح حتى يذوب البصل تاعي. انا في الاكلات تاعي نتهلا مليح في التقليه لانه اساس البنه هي التقليه. هنا بالنسبه لمرق الدجاج، المرق الدجاج كاين الناس بزاف اللي ما تحبش ديرو، هذه تاني حاجه اختياريه. انا في ليبات نحب ندير مرق الدجاج يزيد له نكهه يعني مليحه. ضفت فلفل الكحل، الحميصه والملح ونصف عود قرفه. انا ما كانش عندي قرفه عود صافي ضفت شويه قرفه اون بودر. هنا حندير مرق ابيض. البنات هاد الطريقه انا ما نكذبش شفتها في اليوتيوب وصيتها ونجحت، لانه الماء اللي فورته فوق تليت لي هذا كي يكون غلا مليح، كي تنحوا التفويره الاولى تروحوا ترموا عليه هذاك الماء يعني كامل القدر كامل تاع الماء ترموه فوق هذاك تليتلي وتخلوه يشرب وتحلوه، يعني راح يعطيكم خفه ويجيكم حبه على حبه. بعد ما مرقته طاب المرق تاعي وفورت تليت لي الفوره الثانيه تانيت بعد ما كنت رميت عليه هذاك الماء. شوفوا الان راني نضيف له المرق، نضيف له هكا بشويه بشويه، ومن بعد نضيفه في المول اللي حيدخل الفرن ونكمل عليه المرق. شوفوا يفوتوا شويه، يكون فوتوا واحد صباع، واحد زوج صباعتين هكذاك فوق تليت لي تاعكم، وتغطوه بالبابي كويسون بعد البابي فين باش ما يتصرش اكسده، وتحطوه في الفرن وتنقصوا له النار وخلوه يطيب في غرضه حتى ينشف كامل الماء. وشوفوا ليه هذاك تليت لي العزيز جا حبة على حبة وجا طايب وطري. عبالك الحاجة كي تتجمر في الفرن راح تعطيها نكهة مغايرة على تليتلي اللي يطيب في القدرة. سيوه يا البنات وما راحش تندموا. تزينوه اكيد بالبيض مغلي وبالحار مرقد ولا الحار مقلي كما تحبوا نتوما، وراح يعطيكم يعني نتيجة رائعة. ما قعد لي غير نقول لكم يا العزاز تهلاو في روحكم في فيديوهات مقبلة ان شاء الله. سلام.